بحضراتكم من جديد مشاهدينا في شباب. يعني في الواقع في البرنامج ده احنا المفترض ان احنا بنقدم ناس على اول الطريق. في الحقيقة صابر عبد الستار هو مش في اول الطريق ولا حاجة، هو قطع شوط كبير جدا في العزف على آلة القانون، طبعا متخصص من تربية موسيقية و أكاديمية الفنون من أكاديمية الفنون. تمام. وحصل على ماجستير وهو في طريقه للدكتوراه بيدرس مادة القانون. حصل على جوائز متعددة جدا من مصر وخارج مصر. عزف فرقة أم كلثوم وعزف في كل الأماكن اللي يمكن حضرتك تتخيلها في مصر وطبعا خارج مصر، يعني الأوبرا ومثلا ساقية الصاوي وما إلى ذلك من الأماكن الفنية اللي بيكون فيها التخت عربي. يعني هو بقى كمان إضافات بيشتغل القانون مع الغربي أحيانا. بيسموها إيه يا صابر؟ الأوركسترا السيمفوني بيشتغل معاه بالقانون. لحن كلمات أغاني، ألف مقطوعات موسيقية على آلة القانون، وطبعا قطع شوط كبير. فاحنا يعني هو ضيف عزيز ان شاء الله نستمتع بيه على شاشة الثقافية شباب في شباب. الفنان صابر عبد الستار. زي الحال. اهلا وسهلا. يعني مقدمة كبيرة قوي يا رب، بس لا والله انا ما قلتش نحقق يعني انا ما قلتش حاجة كل يعني انا لو قعدت اقرا جوائز يعني يا رب اكون ربع الكلام ده. يلا خليتني غنيت. ما سبتش نغمه. خليتني غنيت ما شاء الله عليك. الله يخليك. القانون يعني احنا سمعناه كتير، مصريين بيسمعوه، لكن فرصه حد متخصص انت دارس القانون وكمان تفاصيله المعقده دي، من اصعب الالات واكثرها قطعا وتعقيدا. يعني كلمني كده يعني اولا يعني هو ينتمي الى الالات الشرقيه طبعا. هو كمان اساس التخت الشرقي، يعني التخت الشرقي كان مبني على القانون، ودايما عازف القانون هو قائد التخت الشرقي. كانوا كمان بيسموا القانون دستور النغم. دي معلومه دايما بتتقال لما بنتكلم عن تاريخ آلة القانون، وهو كان يعني بدأ في العصر العباسي. والناس تقول ان هو يعني طبعا ما كانش فيه تاريخ واضح ومباشر لمين اللي اخترعه ومين اللي عمله، بس بيقال ان هو زرياب هو اللي عمل الحكايه دي. حاجه الفارابي قصدي هو اللي عمل، اللي بدأ في الفارابي. حاجه ثانيه كمان عايز اقول ان القانون هو الآلة الوحيده الثابته الى حد ما في التخت الشرقي. يعني عازف الكمانجه بياخد الالتزام منه، عازف القانون يعزف السول عازف الكمانجه ظابط السول بتاعته زيها، وعازف العود يظبط السول بتاعته زيها ويظبطوا عليه النغمات، وعازف الناي بودنه يبقى سامع صوت القانون. دايما تلاقي عازف ليه؟ لان هنا يعني بتتظبط مره واحده من المفتاح وبيبقى ثابت واضح. والقطع النحاس دي بنسميها العرب، بتحول من مقام لمقام بشكل دقيق شويه، غير الكمانجه مثلا والعود بيبقى خاضع، لان العازف ممكن لو سرح صباعه يجي قدام او ورا شويه او حاجه. تمام. فهو بيعتبر ثابت شويه ومحدد، فعشان كده سموه دستور النغم. وكان عازف القانون لانه بيعزف بايديه الاثنين، يعني كانه واخد دورين في الفرقه، او طالع بمنظرين يعني، او بتاع زي ما بيقولوا. احنا شفنا احمد فؤاد حسن وقبل منه كانوا عبد الفتاح منسي، وكان محمد عبد صالح، وكان العقاد الكبير. محمد عبد صالح كان قائد فرقه ام كلثوم. تمام. وهو على مر العصور عازف القانون هو قائد الفرق، لان الآلة بتحتاج شخصيه قياديه شويه. كان اول تخت اتعمل في مصر كان زكريا احمد قبل منهم كانوا في نفس الفتره. بالنسبه لمحمد عبد صالح كان زكريا احمد في نفس الفتره، انما احنا بالنسبه لعازفين القانون وقائد الفرق وقاده الفرق كانوا في الغالب بيبقى عازف القانون. كان محمد العقاد الكبير، وبعد كده العقاد الكبير ومحمد العقاد ابنه، وعبد الحميد القضابي. طيب. ومحمد عبد صالح. طيب احنا لانه دلوقتي طبعا العزف الموسيقى العربيه في اماكن خاصه جدا دلوقتي لها دور شويه في الموسيقى المعاصره. الموسيقى المعاصره زي ما حضرتك قلت دلوقتي، بالنسبه للموسيقى العربيه على قد ابداعها وقوتها وعظمتها، ولكن هي للاسف
بتتقدم بشكل احنا بنسميه حفاظ على التراث. بالظبط. تمام، احنا هنحافظ على التراث، بس احنا عاوزين نعمل لينك بين التراث وبين الموسيقى المعاصره، لان دلوقتي الموسيقى المعاصره تقريبا تخلو من الربع تون وتخلو من الالات اللي فيها سلطنه، واللي هي الكمبيوتر يعني حطوا له الربع تون كويس، بس ما بيكونش بنفس احنا برضو بنتكلم عن ما بنتكلمش عن الات لمجرد انها تشتغل، قد ما احنا عاوزين نحافظ على هويه موسيقيه لمصر. دلوقتي لما بتسمع الموسيقى المعاصره في 90% من الاماكن بتكون مالهاش علاقه بالموسيقى العربيه، ولا من ناحيه الالات ولا من ناحيه المقامات. ده هو كان بيميز الموسيقى العربيه الالات الشرقيه والمقامات، غير الغرب بتبقى سلالم، وكانت المقامات زمان في الغرب بس كانت عن طريق المقامات الكنائسيه، انما دلوقتي سلالم موسيقيه هي دي اللي بتالف منها الموسيقى الكلاسيكيه على مستوى العالم كله. ففي مصر كان في مقامات وكان في آلات، دلوقتي ولا في مقامات ولا في آلات، بقت حاجة يعني. طب ريح. انتهى الوقت سريعا. الفنان صابر عبد الستار بشكره جدا وهسيبه يعزف والحلقة يعني هتختم بيه.